يلا تعالوا مع بعض بقى نعمل الملبن زي ما احنا شايفين كده، تحفة وسهل جدا، وهيكون متوفر عندك على طول لأي قراقيش، أي منين انت عايزة تحشي بيها، لأي كحك، أي حاجة للحلويات والمخبوزات. سهل جدا وتكلفته أبسط بكتير من سعره بره. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. كل اللي هنحتاجه أهم حاجة نلتزم بالمقادير جدا جدا جدا. دول كوبايتين إلا ربع من السكر، سكر عادي جدا مش مطحون، وعليهم نص كوباية من النشا. طبعا المعيار اللي بنعاير بيه هنعاير بيه كل حاجة، أو الكوباية هي. وعليهم كوبايتين من المية. المعيار زي ما قلت لكم، الكوباية اللي هنعاير بيها السكر هنعاير بيها كل المكونات. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه على البارد، وبعد كده نروح نرفعه على نار متوسطة او ما بين المتوسطة والهادية، وهنفضل نقلب كده فيه. في الاول هتلاقوا لونه ابيض زي ما احنا شايفين طبعا، لان النشا لسه ني فيه ما استواش، بس اول ما هيغلي معاكي هتلاقي لونه فتح. هوريكم الدرجة بالظبط، بس في الوقت ده لازم ايدينا تفضل في التقليب المستمر علشان النشا ما يكلكعش معانا. تمام كده زي ما احنا شايفين، هنفضل نقلب لحد ما نوصل لدرجة افتح. هتلاقوا الدرجة بتاعته عمالة تفتح واحدة واحدة معانا مع التقليب كده. لو لاحظتم هتحسوا ان درجة اللون بدأت تفتح وبدأ يبقى قريب من الشفاف. كل ما ده هيفضل يغلي، وفي الغليان هيوصل للدرجة دي. اول ما يوصل للدرجة اللي لونها فاتح دي زي ما احنا شايفين كده خلاص، واللون الابيض راح، هنوطي خالص على اقل درجة حرارة، وهنحط عليه معلقتين من العسل الجلوكوز زي ما احنا شايفين كده، وعلى اقل درجة حرارة بقى. في الوقت ده كده اول ما تبدأ المرحلة دي هنسيبه على النار لمدة ساعة الا ربع او ساعة. بس طبعا في الفترة دي مش هنسيبه، هنيجي نقلبه من وقت للتاني. هتلاقوا درجة لونه برضو عمالة تفتح. بصوا نفس الدرجة دي كده، شايفين لونه بقى ملبن خالص. هنحط ذرة ملح ليمون او عصرة ليمونة، ومعلقة صغيرة من مية الورد او الفانيليا. لو حابين ريحته وطعمه فانيليا حطوا فانيليا. مية ورد زي الجاهز بالظبط، يبقى تحطوا معلقة من مية الورد. كده خلاص الملبن جاهز. لازم قبل ما نرفعه من على النار نكون مجهزين علبة مدهونة بالزيت، ونبطنها بنشا وسكر مع بعض زي ما احنا شايفين. لازم تتبطن حلو جدا، ونسيب فيها شوية من السكر والنشا في قاع العلبة كده. ولازم زي ما قلت لكم نرفع الملبن من على النار على العلبة دي على طول، يعني العلبة دي تكون جاهزة. في الوقت اللي يكون الملبن فيها على النار نجهز احنا علبتنا ونخليها مستعدة للملبن على طول، لانه لازم ينزل سخن، ما ينفعش نسيبه في الحلة لحد ما يبرد. شايفين قوامه عامل ازاي، مطاط ازاي، والتحفة بجد تحفة تحفة تحفة. وشايفين درجة لونه شفافة ازاي، خطير جدا. وهنحط بقية النشا والسكر على الوش كده، ونقفل على الملبن وندخله التلاجة بقى 3-4 ساعات لحد كده ما يبرد خالص، ونطلعه بقى من التلاجة واوريكم بقى الجمال والتحفة. بجد شوية ملبن تحفة سهل جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. جهزيه عندك في التلاجة للكحك ولأي حلويات عندك، وأي قراقيش زي ما احنا بنحشي كده، بينفع جدا في الحشوات. هنعمل بيه العجمية للكحك كمان، هنعمله مع بعض ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. شايفين التحفة؟ انا عايزة اقول لكم ان بجد خطير وسهل، وطبعا مكوناته متوفرة عندنا في البيت، مش صعبة خالص. شوية سكر وشوية مية عملنا بيهم يعني تقريبا داخلين في كيلو من الملبن. بجد تحفة وسهل وبسيط، ومش محتاج ان احنا نشتريه من بره. ده غير النظافة بتاعته، ده غير ان هو فريش جدا معانا. وبس كده خلاص، وباي باي.